العميل دفع أقساط لمدة 4 سنين وبالذات المباني الإدارية هي دلوقتي في مرحلة الإنشاء أو تحت الإنشاء، يعني لسه في مرحلة حفر، فإحنا بعيد، إحنا متأخرين كتير قوي. أوكي. هي المهلة مش دقيقة قوي، يعني هم تقريبا 3 سنين. 3 واحنا مش في حفر، احنا شغالين في اللبش المسلحة، ولكن مش دي البوينت، احنا متأخرين. اوكي. هنا قلنا وطلعنا بقرار، طب احنا عايزين نطمن العملاء ديت، واحنا اتكلمنا كتير، وفي مراحل كنا بناخد، يعني في مراحل كنا شايفين ان احنا خلاص يلا هنبدأ، فتحصل حاجة غصب عننا اتأخرنا. فكنا بنوعد العميل احنا خلاص هنبدأ فنتأخر غصب عننا، احنا خلاص هنبدأ فنتأخر غصب عننا، فالعملاء مش تسمع مننا كلام تاني. طب ايه الحل؟ طيب يلا بينا نقول للعملاء بتاعتنا كلها بالكامل بتاعت التاورز اللي هو فيها التأخير. قبل ما تقول الحل ممكن أسأل سؤال؟ حاضر. الحل في الوضع الطبيعي لو أنا المطور اتأخر عليا في التسليم، إن الناس بتختار حاجة من الاثنين: أكمل أدفع أقساط وأنتظر، أو أطالب برد كل المبالغ اللي أنا دفعتها وأنا كده خسرت. عندك حل تالت؟ يلا بينا نسمع. محتاج مية هو فعلا. أنا هقول لحضرتك، أنا جدا 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 بحترم العميل. يعني حضرتك لو أنا بحترم العميل جدا وبعتز بالعملاء جدا وبخاف على العملاء جدا، عشان هم فعليا رأس مالنا. ده الواقع، ده الواقع. وكان الحل إنه أنا محتاج أعوض العملاء دي. أصوات طلعت إحنا نعمل لهم لويالتي بروجرام. لا يا جماعة، ده مش التعويض المناسب، وده مش اللي هيطمن الناس. إحنا التارجت بالنسبة لي ثقة الناس تستمر، ثقة الناس تستمر. فأنا مش راح أقول للعميل خد مش عارف كذا أو اعمل كذا أو رحلة كذا أو كذا عشان وده لا، أنا كده بهزر يعني. فقررنا الآتي، قررنا إن إحنا هنرجع لكل العملاء دي، وإحنا بالفعل عملنا ده مع طور كامل خلصناه بالكامل يمكن من كام يوم، وهنبدأ في الطور التاني. وقلنا لهم إحنا أسفين جدا، صدقونا إنه غصب عننا مش بمزاجنا، ولكن إحنا النهاردة جايين نقول لكم إنه حضرتك لو النهاردة عايز أو لو أنت قلقان، أنا تارجتي إن أنت ما تكونش قلقان مني لو سمحت، عشان أنا مش الشخص اللي استاهل إنك تكون خايف مني. هو غصب عني وأنا متفاهم إن أنت مالكش ذنب في ده، تمام. وبناء عليه إيه رأي حضرتك؟ أنا هشتري منك اليونت بتاعتك بتمن البيع بتاعي النهاردة. إحنا عملنا ده بالفعل. ده مش قرار، ده ذكاء. يعني إذا قدرت أوصفها، أنت بتكسب ناس غضبانين لكن بتزعل ناس تانيين. أنت عارف كده؟ أنا يعني خلينا نتفق إنه إحنا بنفكر في ده. إحنا تارجتي كله العميل واسمي وسمعتي. يعني انا تارجتي كله، انا ما عنديش نيه ان انا ازعل حد خالص. لا، انت هتزعل السوق العقاري كله. انا فاهم السؤال طبعا. السوق العقاري كله مش نيتي خالص والله. مش نيتي خالص. انما انا نيتي هنا انه ازاي الثقه احافظ عليها. انا فعلا الموضوع بالنسبه لي عملائي. انا مش عايز ناس تزعل. انت كان مؤرق بالنسبه لك الاتهامات، الكلام عن انه ما سلمتوش، الغضب الدائم اللي هو معظم شركات التطوير العقاري متعوده عليه، كان مؤرق بالنسبه لك للدرجه دي؟ تيجي نتفق على حاجه. واحنا لو قسنا المشروعين بالنسبه للكومباوند هم لا شيء بالنسبه للكومباوند. يعني ككوست وايز هو لا شيء، بس الناس مش شايفه ده. هو كل واحد بالنسبه له ده مشروع طبعا اهم حاجه، وانا معاه 100%. وهو اليونت بتاعته واستثماراته والمستقبل، وهو صح 100%. انا مش بتكلم على دي قد ما بتكلم انه لو الناس بصت للموضوع هتلاقي ان كوست وايز هو التكلفه دي لا تقارن بدي، فاللي عمل دي قادر انه يعمل دي. فهو الموضوع غصب عن الشركه مش بمزاجها، في شويه امور خارجه عن ارادتها. يا مهندس رامي فارس النهارده في اغسطس 2024 بيقول اللي عايز يسترد قيمة الوحدة بتاعته في التاورز بتاعة العاصمة الإدارية يستردها بتمن بيع الشركة النهاردة، بسعر النهاردة. ده حصل بالفعل فن، والناس أخدت شيكات. يعني في بعض الناس، في نسبة يعني في نسبة من الناس، احنا عرضنا الكلام ده، أنا بقول لك على تاور بالكامل 100% من الناس اللي اشترت 100%.
في برسنتج مش عارف حضرتك تحبي تعرفيها او لا. احب طبعا. كم حد حب ان هو يرجع فلوسه او ياخد او يبيع لك الشقه الواحده؟ هي كده مش بيرجع فلوسه، هو كده بيبيع. لا مش بيرجع فلوسه. هو انا بشتري منه بثمن البيع بتاعي انا النهارده، يعني ماليش علاقه حتى بالماركت. انا النهارده ببيع الكاش بكذا، القسط بكذا، دي الريتس، وهو مطلع عليها وشايفها وعارفها، واخر عقود اتعملت عندي. حضرتك تحب ازاي؟ انا احابب الطريقه دي. يعني في حد مثلا استرد فلوسه، استلم شيكاته بالفعل. في حد تاني قال لا انا مثلا ناخدها على مش عارف على كام سنه ب 38 او 39 الف جنيه. اوكي اتفضل حضرتك. ده حصل بالفعل، والعملاء قعدنا معاها، وده حصل مع طور كامل متكامل. احنا عرضنا على الناس الهدف الرئيسي يا جماعه. والله ممكن حضرتك بس تبقى، انا عايزك تبقى ساتسفايد. لو انت كنت خايف على ROI بتاعك، اتفضل، ده سعر النهارده، اتفضل. مش بقول لك كمان انا هدي لك باقل من سعري النهارده علشان انا عندي مصاريف كذا وكذا. لا لا لا، انا مش ناقش معاك في فلوس، انا مش عايز اتناقش معاك في فلوس. انا عايزك تبقى ساتسفايد. انا عايزك وانت خارج من هنا تقول شكرا، الراجل ده انا لما حطيت فلوسي معاه من داي 1 حصلت ازمات في البلد وازمات عالميه، ومع ذلك لما حس ان انا خايف قال لي اتفضل فلوسك بتمن بيع النهارده. ما هو اللي انت بتقوله مختلف، لانه استرداد الفلوس في السوق كله انت عارف ليه قواعد تانية خالص. مظبوط. وبيتخصم من المشتري نسبة التسويق ونسبة البروكرج وكل حاجة. كم في المية من الناس اللي انت عرضت عليهم الفكرة دي وافقوا؟ تقريبا 8%. 8 بقى مش 80. 8% بس. ترجمتها بقى ايه عندك؟ بعض الناس فهمت ان بعمل ده علشان انا عايز اليونت، فطبيعي لما الرقم يزيد ابقى مبسوط جدا. بس ده ما كانش الواقع. يعني بعض الناس دي من العملاء، انا بتكلم عن العملاء نفسها، بس ده ما كانش الواقع. الواقع ان انا كنت مبسوط جدا جدا بفكره ال 8%. كنت اتمناها اقل، لان كان التارجت الرئيسي بتاعي انا عايزه يطمن. واضح هو اختار يكمل معاك. بالظبط. انا فلوسي ما راحتش. فانا بصيت للرقم. يعني انا لما بصيت لل 8% اتضايقت، بس لما بصيت لل 92% فرحت. يعني انا اتضايقت ان في 8%. انا على فكره يعني انا مؤمن جدا جدا ان انا ما خسرتش ثقتهم. لا خالص. ليه؟ لان هو لا ده كسب. يعني كسب، او على الاقل حافظ على قيمه فلوسه، حافظ على بشكل ابسط نسبي. الامور ابسط الامور حافظ على قيمه فلوسه. وهو ده السعر بتاع النهارده. فهو بالنسبه له انا ما قعدتش مع العميل ده يعني او العملاء دي وهي بتعمل ده، بس اعتقد او اتمنى ان هو شكرا. اللي هو على الاقل انا لما حبيت على الاقل ما خسرتش. لما قلقت وخفت قلت لي خد فلوسك بثمن النهارده. ده بيحط عليك مسؤوليه انك تنجز بشكل اسرع. احنا شغالين ولا بالفعل. انك كسبت وقت. انا شايفاها حركه ذكيه. اوكي. فانت اكيد استفدت منها كتير، او هتستفيد ان شاء الله. انا نحبك تستفيد مش هنتضايق. انا واضح جدا في الاستفاده اللي بتمناها. كسبت وقت ولا كسبت ثقه ولا الاثنين؟ انا بتمنى تكون الثقه. الوقت مش هو العامل المهم بالنسبه لي. اتمنى تكون الثقه بس، لان هو ده التارجت كان من الفكره نفسها. يعني الفكره دي هتكلفنا فلوس كتير جدا جدا. ده الواقع، هي هتكلفنا فلوس كتير جدا جدا، ولكن انا لو هشتري بالفلوس دي الثقه انا موافق.